رولينز مولع الدنيا. جادجمنت داي مش ناويين على خير، مستقبل درو بعده غامض. من غير ما نطول عليكم المقدمة، ادعوا لأخواننا بفلسطين ونبدأ بفيديو تاني. Acknowledge me. Welcome to the season premiere. ابتدينا العرض بدخول سيث فريكن رولينز إلى ماندي نايت رو بعد الموسم الأول من انتهاء عرض كراون جول. Welcome to Monday Night Rollins. وكالعادة ثرثرة سيث رولينز اللي ما بتخلص، وحاليا بدأ ثرثرته بالتحدث عن سامي زين. دخل عندنا فخر العرب سامي زين، وأخيرا بلشوا يعطوا فخر العرب الدفعات، وحاليا هو راح ياخذ دفعة على لقب الوورد هيفي ويت تشامبيون. أخيرا ما كنت أعطيته إياها زمان، يعني مش فاهم أنا. واحد كل هذا الأداء ومش عاوزين تعطوه، حسبي الله بس. كان بالبداية سامي زين متردد وما بده ياخذ دفعة ولا إشي ولا الحكي، بعدين سيث رولينز قال له إنه أنا رحت عند آدم بيرس وأعطيت فرصة على لقب الورد هيفي ويت تشامبيون. واخيرا بعد مناوشات سلموا على بعض وتم تحديد المنافسه في الماندي نايت رو المين ايفنت. بعدها دخلوا فرقه الهبل ضد جادجمنت داي. المباراه صراحه كانت بتخزي، فمش مستاهله اني احكي فيها كثير، بس النتيجه قدامكم واضحه انه جادجمنت داي فازوا بفوز نظيف. بعدها دخل المستفز ناكامورا، وحاليا يعني بده يلعب ضد اكيرا توزاوا، مش محتاج احكي فيها، هاي النتيجه قدامكم وبس. بعدها جت مباراة الترشح للانتخابات أو لقب القارات، ما علينا. المهم اجت زي هيك، ويعني المباراة صراحة ما كانت كثير قوية. أنا ما حبيت الأداء كان متوسط. كنت لما بتمنى فوز ريكوشي، بس يعني للأسف فاز دميز، صراحة ما بستحق دفعات. ويعني مبدئيا لو لعب ضد جونثر يعني أنا متوقع إنه راح يفوز، اثنين كعمل بعض من الآخر. بعدها جت مباراة ذا كريد براذرز ضد توماسو تشيمبا DIY وجوني غارغانو. المباراة كانت حلوة كل شيء إلى عمل ما تدخلوا الدومينيتد اللي هم فرقة جونثر الحلوة الموسيقية، وراحوا خربوا الفوز على توماسو تشيمبا وجوني غارغانو. هذا بيعطينا دليل إنه راح تستمر العداوة بين جوني غارغانو وتوماسو تشيمبا والفرقة. بعدها اجت لقطة لسامي زين هو وجاي اوسو، وهاي اللقطة صراحة كانت حلوة، وحكى فيها جاي اوسو كلام مهم، انه واحد منهم راح يصير معهم الالقاب. طبعا كودي مان يعني راجع قريبا، يعني تنسوش انه جاي مفعل كمان وضعية السوبرمان، اخذ شوي منه. فاللي بنفهمه من هذا البرومو انه جاي المباراة قريبا بين جادجمنت داي وجاي اوسو والكودي مان رودز. هذه اللقطة الصراحة غريبة، لأنه هون إحنا جاهلين إنه شو المستقبل تاع درو ماكنتاير، حرفيا ما حدا فينا فاهم، وما فهمنا ايش المقصود من هاي اللقطة، بس الله اعلم شو بده يصير. بس لكن التوقع الاكبر انه ممكن يتحول لشخصية الهيل. واخيرا وصل المين ايفنت، وحاليا عندنا سامي زين في مواجهة سيث فريكن رولينز. المباراة للأمانة كانت كثير حلوة يعني، وشفنا حركات يعني وتصديات، خصوصا هاي اللقطة كيف سامي زين قدر يصد الفينش تاعت سيث رولينز، واوهمنا للحظة انه ممكن يفوز في لقب الورد هيفي ويت تشامبيون. للأمانة حبيت المباراة كل اشي بتفاصيلها، كانت المباراة جدا حماسية وكان فيها حركات جدا روعة، والمباراة صراحة حلت العرض وكانت احلى اشي بالعرض، فعلا مين ايفنت لا يعقل. لكن اسوأ اشي فيها كان النهاية، بس مش النهاية فقط اللي هي النتيجة. هلا في عندك نهاية النتيجة سيئة، لكن نهاية المباراة وبعد المباراة اللي صار هذا صراحة كان خيالي، وفيه شوية أغلاط يعني تعرفوا قصدي. اللي صار المتوقع كالعادة من 6 شهور، انه تدخلت الجادجمنت داي ومسحوا الارض بسامي زين. طبعا مش حلوة صراحة يمسحوا الارض هيك بسامي زين، لكن ما كان لحاله. سيث رولينز ما وقف صامد، لا قفز عليهم قفزة انتحارية، وكان سيث رولينز ناوي يدمرهم، بس العدد تفوق كان مش طبيعي. المهم ضلوا يمسحوا فيه الارض عبال ما دخل السوبرمان النسخة الثانية جاي اوسو، دخل وحطمهم كلهم، سوبر كيك هون وسوبر كيك هون، واجا كمان بده يعطي، لا ما فيش سوبر كيك يا حبيبي، سبير، اعطى سبير وراح قام، بس لا يا حبيبي مفكر حالك انت يعني هون، لا 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 لا، هون ما راح تقدر تكمل، مستحيل. الى عبال ما اجت السوبرمان، يا الله السوبرمان دخل، مش طبيعي السوبرمان، ها خلص هذا اكيد راح يقتلهم كلهم، واضحة ككل عرض. اجا كودي رودز ودمرهم. زي ما قلت لكم النهاية كانت كثير حلوة، بس مو كل اشي كان فيها. لقطة كودي رودز صراحة مبين زي السوبرمان، اجا من اول ما اجا قال سبحان الله، صار الكل يعرف يضرب هسه، يعني يا سبحان الخالق.
ما علينا، دخلت الإدارة كلها والحكام وكل إشي، وصارت تفزيعات الدنيا كلها عبين ما إجت هذه اللقطة اللي الكل مستنيها من فترة طويلة، وأخيرا راح تنتهي القصة من 6 أشهر، واللي هي آدم بيرس قرر يعمل مباراة بينهم في السرفايفر سيريس، وأخيرا راح نشوف نهاية هاي العداوة. واكيد يعني ما راح ننسى انه الكودي مان راح يشغل وضعية مش السوبرمان، كل ابطال الديجيتال مان راح يشغلهم حرفيا. كودي رودز راح يولع الدنيا. مش عارف شو قاعد بحكي، صار فيها كودي رودز مستفز بالشخصية. يا ويلي يا كودي يا ويلي، عصابك يا خال، عصابك، طول بالك الله يرضى عليك. ما علينا. بالمختصر العرض ما كان سيء جدا، بالعكس العرض كان فيه شغلات كثير حلوة، شفنا شغلات وسيناريوهات كثير حلوة، بس زي ما قلت لكم أنا بتمنى شخصية كودي رودز ما تظل زي سوبرمان، لأنه حرام واحد زي هيك وبمستوى جميل يظل بهاي الشخصية. وبس هذا كان الفيديو اليوم. لا تنسوا إنه بيني وبين زيد حرب مشاهدات قوية، وبالله عليكم أنا اللي لازم أفوز مش زيد. وبس إن شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now.